دي مش قمه، ده حسم دوري. ماتش الزمالك وبيراميدز النهارده بنسبه كبيره اللي هيفوز فيه هو هيكون بطل الدوري المصري. ماتش ضغط، ماتش اعصاب، ماتش التفاصيل الصغيره فيه هتفرق، ومش عايزين نقع في مصيده كل مره ان الزمالك بيفضل يدافع ويجيب بيه هدف يكسب بيه الماتش. النهارده دي اهم لحظه للجهاز الفني واللعيبه بتاعه بيراميدز في الموسم كله. النهارده الماتش ماتش بطوله الدوري المصري وماتش لبطوله الكاس، لان انت لو فزت بالماتش ده انت هتشيل من عليك ضغوطات كبيره قوي، وهتلعب ماتش نهائي الكاس مع زد وانت مرتاح، وهتقابل النادي الاهلي وانت مرتاح برضه. فلازم الماتش ده بيراميدز يفوز فيه، وبامر الله انا متفائل ان احنا ان شاء الله هنفوز في الماتش ده. ما هو ما يبقاش بيراميدز بقى فريق عنده شخصيه والكل بيعمل له 100,000 حساب ونيجي قدام الزمالك ونخسر. مش هينفع الماتش ده بالذات نخسره. لازم نفوز في الماتش ده. واللي مخليني متفائل ان احنا الزمالك عمره ما بيكسبنا ماتشين ورا بعض، دايما بنخسر ماتش نكسبه ماتش او نتعادل معاه. ما حصلتش ان هي تيجي دايركت ورا بعض غير في ماتش الكاس بتاع الموسم اللي فات والماتش اللي بعديه اللي هو كان في الدور الاول اللي خسرناه بطريقه غريبه جدا. فاحنا ما قدامناش حل تاني في الماتش ده غير الفوز بامر الله. لازم نفوز النهارده ضد الزمالك. بالتوفيق لينا، وان شاء الله ال3 بونت دول لينا احنا.